ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهارده راجعين بفيديو جديد. بقالي كتير قوي ما نزلتلكوش فيديوهات. انا هنا معايا نص كيلو فول مدشوش، هنقعه في ميه ليله كامله. ومعايا كرات وبقدونس وكزبره وشبت. هغسلهم واقطعهم. وانا هنا الفول بعد ما اتنقع بعد ما اتغسل معايا هنا هوت راس توم ومعايا بصلتين. انا هنا غسلت الفول بعد ما نقعته ليله كامله، وهجيب الكبة وهنزل حبة حبة وحبة خضرة وتوم لغاية ما نخلص الكمية كلها. ودوت الوش الأولاني لحد العجينة ما تطرى معايا. أنا بضربها هنا اهو في الكبة، ده الوش الأولاني لغاية ما اخلص الكمية كلها. أنا هنزل كده الجناب بالسباتولا وهنزل في البولة لحد العجينة ما تنعم معايا. وفي الوش الأخير هحط حبة مية كده اهوت نطري العجينة بيها شوية، بس ما نكترش مية عشان العجينة ما تفرش معايا في الزيت. انا بوريكم هنا اهوت كده كنت خلصت الكمية كلها وفرمتها اللي هو الوش الاخير. وبعد ما بخلص الكمية كلها هنزل بتاع ده بكزبرة وملح وحبة بيكربونات صوديوم. وهنقلب بقى كل ده وحبة كزبرة ناشفة كده على الوش. وهنقلب بقى كل دوت. وهجيب بقى اللي هي اكياس التلاجة احفظها، وهاخد على قد ايه اللي احتاجه. انا احط بقى زيت على النار، اسخن الزيت عشان نجرب بس كده نوريكم اللي هي مش بتفرش معايا، ما فرشتش معايا في الزيت. بس انتوا ما تكتريش ميه وما يعني ما تخليش العجينه تنعم معاكي قوي. زي ما انتوا شايفين كده خير الامور الوسط. انا هنا اهوت بوريكم ان انا حفظتها في اكياس تلاجة. انا هنا بقى بعملها، بدأت اشكلها وحطيت سمسم. انا كان عندي حبة سمسم كده اهوت اللي هو الاحمر ده، بس يفضل سمسم ابيض. لو ما عندكيش سمسم مفيش مشكلة، على حسب المتاح عندك يعني. انا هنا بقليها بقى في الزيت. انا هنا كنت الصبح وبفطر، فحبيت اشارككم الفيديو معايا. هنا بقى بطلع بقى على مناديل عشان يصفي الزيت منها. هنا بقى بعد ما استوت، انا هنا بقى معايا قرن فلفل حار ومعايا اللي هو الكابوتشي دوت. وقطعت كده الفلافل بقى كده بالسكينة، وحطيت بقى كده كابوتشي وحطيت طماطم. بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. وعملت كده كوباية بقى شاي سادة كده هو تدلع نفسي. انا بحب الفلافل، سندوتشات الفلافل بالشاي السادة. مين بقى زي كده هو يكتب لي في الكومنتات.